السلام عليكم ورحمة الله. واحدة من الأخوات أرسلت لي رسالة طريفة، تقول صرت أكره أروح المناسبات والزواجات. ليش؟ تقول أطلع كاشخة مشخصة مسرحة. تقول ثم إذا رحت المناسبة تقابلني واحدة يعني تحتفي وترحب، ثم تصفعني بدعوة تغير ملامح الفرح والبهجة بوجهي. تقول الله يزوجك. تقول الدعوة زينة والزواج ما ينعاف، لكن إذا أنت صادقة إذا قضيت تدعي لي لا تدعيني بوجهي تحسني بالنقص، تحسني محرومة، تحسني محظوظة. ترى نظرات العطف والشفقة المصاحبة لهالدعوة ذي تقتل العزة والكبرياء عند الوحدة. تجي كاشخة مشخصة مسرحة ومن تعطينا بوكس بهالدعوة. بعضهم وده يعرس مو بحرص على العرس، بس يبني ستر، يبني يفتك من أسنة هم القوفات ذولي إذا شافنا حسنا إنها معاقة. ومثل ذلك اللي ما يجيها عيال، إذا شافوها مستفهل ومستانس وتسولف صكوها بذيك الدعوة اللي تكدر مزاجها، يحسونها بمواطن الضعف والنقص اللي عنده. باختصار، المجاملة بالدعاء قد تؤذي لأنها تذكر الإنسان بمواطن النقص والاحتياج التي لديه. إذا أردت أن تدعو لشخص ادعو له بظهر الغيب تؤجر. هذه واحدة من الأخوات تقول ما زال في ناس يشفقون على اللي ما تزوجت. تقول حنا في جدة تصل الواحد عمره 50 ما تزوجت ما حد جاب خبرها وأنا ما أدري صراحة. هذه واحدة من الأخوات تقول ممكن تستبدل بالله يوفقك الله يسعدك. نعم كلام عام صحيح، لكن إذا صادقة وتبي مصلحتها صدق تدعي لها بسجودها بظهر الغيب. صراحة من الرسائل يبدو أن المشكلة أكبر مما أتوقع. وهذه واحدة تقول خالي كل ما شافني قال كثر من الاستغفار عشان تعرسين قدام بنات وقدام خواتي ما عنده مشكلة. ذكري للمعاقة لا أقصد بالانتقاص، هذا شيء من الله مو بديهن، الله يرفع عنهن ويكشف ضرهن ويشفيهن، إنما هو جرى تشبيه وربما أخطأت أنا بهذا التشبيه. وهذا الأخ الكريم يقول أنا عندي ولد معاق وما تتخيل كم نظرات الشفقة تؤلمنا. يا أخي أنتم على أجر وعلى خير عظيم ولا تدري كم من الخير ساقه الله لكم بسبب هالمعاق وانتم ما تدرون، وكم شر الله صرفه عنكم بسبب هالمعاق وانتم ما تدرون. الله يريد بكم خير والله يعلم وانتم لا تعلمون. كثروا اللي يقولون دلنا على هالبنات نسترهن والله ما عندكم لعب، ما تنتحرشون. هالمواضيع ذي تعطي طاقة، اللي ما قد شارك بسناب شارك اليوم.